ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض حلوى تركية سهلة وبسيطة جدا، جميلة جدا، والطعم بصراحة حكاية. يعني انا باكل منها الوقت اهو، تحسي كده ان انت بتاكلي طبقة كيكة مع طبقة بسبوسة، تجنن. المقادير اللي معانا في الاول كده، تعالي نعمل الشربات الاول. هو عبارة عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، ونحط باكت من الفانيليا. لو عندك اكياس زي كده يبقى حطي 2، عندك ازاز يبقى حطي ازاز، وعصور ليمونه. بس خالص كده. قلبي بقى وارفعي على البوتاجاز 7 دقايق بالظبط، اظبطيهم على الساعه واطفي النار عليه. ويلا بينا بقى نخش في طريقه الحلوى اللي تجنن دي. انا معايا هنا بيضه. انا الحقيقه هنا معايا بيضتين، لان البيض اللي معايا بيض بلدي فصغير. لو انت البيض اللي عندك كبير حطي واحده، صغير يبقى حطي 2. يبقى انا هنا حطيت بيضتين عليهم باكت من الفانيليا، برضو 2 باكت من الفانيليا. ومعايا سكر بودرة معلقة كبيرة. وهقلب بقى البيض والسكر لحد ما السكر يختفي تماما واللون يبدأ يفتح معايا. بجد طعمها حلو قوي، يعني انا ما كنتش متخيله ان هي تطلع بالجمال ده. طعمها بجد جميل جدا جدا. ومعايا بقى بعد ما قلبت كده دوبت السكر مع البيض، معايا نص كوبايه من السمنه. ممكن تستخدمي زبده. وهنقلب برضو خالص. هنفضل نقلب كويس جدا لحد ما السمنة والبيض والسكر يبقوا لونهم ابيض زي ما هتشوفي الوقت. بالظبط كده، شايفة اللون فتح خالص، هو ده اللون المطلوب. معايا بقى هاتي علبة زبادي من الكبيرة زي اللي انا جايباها دي، وهننزل بيها على الخليط اللي احنا قلبناه ده، اللي هو السمنة والسكر والبيض. ضروري تكون علبة الزبادي كبيرة، ما ينفعش تحطي علبة صغيرة. وهنفضل نقلب كده لحد ما القوام يفتح خالص. لازم القوام يفتح ويبقى ابيض باللون ده كده. واقول لكم على حاجه كمان، الطريقه ديت انا الحقيقه جايباها من شيف هندي، بس هي بجد بتوع تركيا بيعملوها والهنود بيعملوها. بجد لما جربتها جميله جدا جدا وعجبت ولادي قوي قوي. بصراحه تستاهل التجربه، وتستاهل ان انت تجربها فعلا. نرجع بقى الوصف. طبعا انا بعد ما قلبت السمنه مع السكر والبيض وقوام بقى لونه فاتح قوي، حطيت ايه بقى، حطيت كوبايه من الدقيق وكوبايه من سميد البسبوسه ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام، يبقى كوبايه من الدقيق، كوبايه من سميد البسبوسه، نص معلقه بيكنج باودر. وهنلم العجينه دي كلها مع بعضها لحد ما تعرفي تشكليها بالشكل ده كده. خلاص، لحد ما العجينه تمسك كده في ايديكي وتقدري ان انت تتحكمي فيها وتشكليها. ما ينفعش العجينه تبقى سايحه. تمام. هاتي بقى بعد كده صينيه مدهونه بالسمنه، وهنبتدي بقى نكورها لكور صغيره كده بقى. يعني انا مخليه كور حجمها وسط، علشان خاطر ان هي ما تخش الفرن هتفرد معانا شويه. انا بقى بعد ما كورتها عندي حوالي كده ايه بقى معلقتين 3 كده من السميد في طبق، بكورها والف الكوره اللي انا كورتها دي في السميد اللي في الطبق اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين اشيلها احطها في الصينيه، وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه. انا عايزاك تجربي الطريقه دي. الطريقه دي بجد لو جربتيها يعني عن تجربه، وبالامانه هي طريقه تستاهل التجربه فعلا، جميله بجد. انا طبعا ده شكلها بعد ما خلصتها. هتدخل الفرن على درجه حراره 180 على الشبكه في الرف الوسطاني. تبقى الدنيا معاكي تمام من الارضيه. هنولع الشوايه من فوق، وخدي بالك عشان ما تتحرقش منك. هاتي بقى بعد كده الشربات اللي احنا عملناه قبل ما نشتغل وسبته يبرد. هاتي كده واسقي
الحلوى اللي معانا دي اسقيها بالشربات. طبعا هنقلبها على الناحية التانية بحيث ان هي تتشرب من كل الشربات، او ممكن تشيليها كده بحالها تغطسها في قلب الشربات وتطلعيها. سهلة جدا ومش بتاخد حاجة، في 10 دقايق بس. لو عندك علبة زبادي وبيضة وعندك كوباية من السميد، والدقيق طبعا موجود في كل البيوت، هتقدري تعمليها بكل سهولة. سهلة جدا، وكمان تنفع تعمليها في العيد وفي اي مناسبة. هي بصراحة تجنن، جميلة جدا. انا شوفي انا بقلبها على الناحية التانية عشان تتشرب من الشربات. وبعد كده بقى هشيلها بعد ما اتشربت تماما من الشربات هشيلها بقى على طبق التقديم، واقرصها بالطريقة اللي انت عايزاها، وهتقدري تقدميها وبألف هنا وشفا على قلبك. بجد تجنن، حلوة يعني. تحسيها كده زي ما انا قلت في الاول، تاكلي طبقة من الكيك فوقها طبقة من البسبوسة. جميلة بصراحة وتستاهل التجربة، ووصفة ممتازة ممتازة جدا. وزي ما انا قلتلك انا جايباها من شيف، انا جايبة الوصفة دي من شيف، فبصراحة اما جربتها عجبتني جدا. يا ريت بقى تجربي الطريقة دي لو الطريقة عجباكي وحاسة ان الوصفة كويسة، وانا اتمنى ان انت تجربيها علشان تدوقي طعمها وتحكمي. بس تمشي زي ما انا عامله بالظبط، يعني تمشي على المكونات زي ما انا عامله بالظبط. شويه بقى من جوز الهند، ده اختياري. لو انت حابه، مش حابه ممكن تتقدم كده تبقى زي الفل برضه. على وشها كده هنبتدي ان احنا نرش شويه من جوز الهند، وبألف هنا وصحه على قلبك.